السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عارفين ليه كتير من أطفالنا بيفضل يتلخبط في الحروف لحد ما يكبر؟ عارفين ليه كتير من الأطفال وخاصة صعوبات التعلم وبطيء التعلم بيتلخبط ما بين الحروف المتشابهة حتى بعد ما يخش المدرسة؟ عارفين ليه الأطفال صعوبات التعلم بيفضلوا يحفظوا في الحروف فترة كبيرة أو بطيء التعلم بيحفظوا في الحروف فترة طويلة وبرضه ما بيحفظوهاش رغم إن أنا اديته تأسيس أكتر من مرة؟ الحل في حاجتين. أول حاجة أنت بتشتغل الحروف غلط، بتعلم الطفل الحروف غلط. الطريقة بتاعت ألف أرنب، ب بطة، ت تفاحة، س سوم، س ثعبان، الكلام ده كله غلط. ان انت تربط الحرف باسم غلط. ليه؟ لان ب بس، لكن بطة ب، ط ت مربوطة. الالف ارنب بس، لكن ارنب الف ر نون ب. يبقى الصح ان انا اعلم ايه؟ اعلم الطفل الحرف بس، الحرف مفرد مربوطوش باسم. تاني حاجة محفظش الطفل الحروف بالترتيب، يعني ما اقولوش الف ب ت س ج ح. ليه؟ لانه هيتلخبط ما بين الب والت والس، هيتلخبط ما بين الجيم والح والخ، هيتلخبط ما بين الصاد والضاد والطه والظه. الصح اديله الحروف الغير متشابهه الاول: الف ب ج د س.